في السريع كده تعال اعرفك 10 افكار مختلفة للصدقة، سواء بفلوس او من غير فلوس. هقولك على افكار مختلفة خالص تعمل بيها صدقات، سواء هتدفع فيها مبالغ بسيطة او مش هتدفع فيها ولا حاجة خالص في الدنيا. وطبعا انت مش محتاج اقولك عن فضل الصدقة، وان في باب في الجنة مخصوص للصدقات اسمه باب الصدقة، وده طبعا لعظيم اجرها. وان في احاديث شريفة كتير وايات قرآنية بتتكلم عن فضل الصدقات لأهميتها، زي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مالا من صدقة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. او ما انفقتم من شيء فهو يخلفه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم: ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم. وحاجات تانية كتير طبعا هنبقى نقوله بقى في فيديو تاني عشان ما نطولش الفيديو ده. اول فكرة، ممكن كل يوم مثلا بعد صلاة المغرب تصلي صلاة غائب على اموات المسلمين، فربنا هيرزقك جبال حسنات مثل جبل احد، واظن ان كلنا في عرض حسنة واحدة. تاني فكرة، ممكن كل يوم تخصص قراءة صفحة او 2 من المصحف، مش هياخدوا من وقتك حاجة، يعني في حدود 10 دقايق، وتهدي الثواب ده لميت او لاموات المسلمين. بس المهم تنوي النية دي قبل القراءة، انك هتهدي الثواب للمرحوم فلان. على فكرة انت كمان هتاخد الثواب زيه بالظبط، لان ربنا كريم، انت هتكرم عبده فهيكرمك ربنا بكرمه. وتخيل بقى كرم ربنا. تالت فكرة، ممكن تجيب ميداليات صغيرة او علبة بسكويت مش مكلفة، وكل يوم وانت رايح الشغل تاخد منها واحدة، ولما يقابلك طفل من اطفال الشوارع اجبر بخاطره واديها ليه بنية الصدقة وبنية جبر الخاطر. يبقى انت كده عملت حاجتين، صدقة وجبر خواطر، تاخد ثواب الحاجتين. فحبيبك النبي قال صلى عليه افضل الصلاة والسلام: احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، او تكشف عنه كربة، او تقضي عنه دينا، او تطرد منه جوعا. فانت بكيس بسكويت او بباكو بسكويت ادخلت على طفل السرور وطردت منه جوع واجبرت بخاطره وعملت صدقة. يعني شوف عملت كام حاجة. رابع حاجة، ممكن من فطار البيت او الغدا بتاع البيت تعمل حساب فرض زيادة معاك، ايا كان اللي انت بتاكله، حتى لو بتاكل فول، اي حاجة هتعمل حساب بس فرض زيادة. بس المهم يكون نفس اللي انت بتاكل منه بالظبط، مش اقل منه. ولو لحوم هتعمل حسابك في حتة زيادة وتاخدهم معاك الشغل، عشان وانت ماشي تديهم لأي حد غلبان يقابلك، عمال نظافة، طفل من أطفال الشوارع، أي حد هيقابلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول خطبة خطبها في المدينة المنورة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم خلى أو جعل إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة. خامس فكرة، عود نفسك كل يوم تصلي الضحى على الأقل ركعتين، وهتاخد ثواب الصدقة. اديك مش محتاج فلوس خالص اهو، لكن ركعتين الضحى صدقة عن مفاصل جسمك كلهم، وعددهم 360 مفصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر من معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالسلامة هي المفاصل. الفكرة السادسة، ممكن تقول يوميا ورد للصلاة على سيدنا النبي، مش هياخد منك 10 دقايق وتهب الثواب لميت أو لأموات المسلمين. صدقني الورد ده هيغير حياتك جدا لو انت كملت عليه يوميا. وطبعا في تطبيقات كتير جدا فيها صيغ كتير ومختلفة للصلاة على سيدنا النبي. على الصفحة عندي هتلاقي برضو في فيديوهات فيها صيغ كتيرة للصلاة على سيدنا النبي، صيغ كتير مختلفة ومجربة، جمعهم عندك واعمل بيهم ورد يومي، هيغير حياتك، غير انك هتاخد ثواب الصدقات. كفاية البركة اللي انت هتشوفها في حياتك. الفكرة السابعة، ممكن تجيب كيلو موز وكيلو فراولة وكم كيس اللي هو بديل للتانج، والكوبايات البلاستيك اللي هي الشفافة الصغيرة، ومعلش هات كمان بعددهم غطيان اللي هي زي غطا علبة الزبادي الصغير
على قد الكوبايه، ودول هتلاقيهم في اي محل بلاستيكات او في اي هايبر او في اي محل بيبيع الشنط والبلاستيكات. هتحلى او طبق كبير واعمل التانج عصير وخليه كويس، يعني تدوقه كده تحس ان انت خلاص حاسس ان سكره مظبوط ودنيته تمام. دي حاجه طالعه لربنا لازم تهتم بيها. وهتقطع الفراوله والموز حتت صغيره وابدا حطهم في الكوبايات وابدا وزعها قدام بيتك، او وانت نازل الصبح حط 4 5 كوبايات في شنطه وخدهم معاك وزعهم وانت رايح الشغل. ويا سلام بقى لو يوم صيام زي رمضان، زي مثلا يوم عرفة أو زي نص شعبان، قبل أذان المغرب ب10 دقايق انزل قدام بيتك وابدأ وزع فيهم. جرب بنفسك وهتشوف فرحة الناس بالكوباية دي عاملة ازاي. يبقى انت كده طلعت صدقة وخدت جزاء افطار صائم وجبرت خاطر الناس اللي ماشية وأدخلت عليهم السرور. كل دي نوايا حطها في دماغك وانت نازل توزع، ما إنما الأعمال بالنيات. ولو الجو حر بقى وزعها على الناس في الشارع او على عمال النظافه، بيبقوا محتاجين اي حاجه تساعد باللي ريقهم. فتخيل كمان بكوبايه زي دي وهتشوف الفرحه في عينيهم عامله ازاي. بانها حاجه بسيطه بس هو في الوقت ده بيبقى محتاج لها جدا. وما تقلقش ربنا هيبارك. ربنا بيقول بسم الله الرحمن مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الفكرة التامنة، ممكن وانت مروح تدخل على مراتك وولادك بشوكولاتايه، كيس شيبسي، مصاصايه، وعلى فكرة هتبقى صدقة، لأن أي حاجة بتنفقها على زوجتك هتعتبر صدقة، خصوصا لو حاجة زيادة. ده غير ده طبعا ان ده هيخليها تحبك أكثر ويحسن الحياة ما بينكم. الفكرة التاسعة، ودي هتبقى على حسب قدرتك المادية، انزل قدام بيتك وابدأ وزع فيهم. جرب بنفسك وهتشوف فرحة الناس بالكوباية دي عاملة ازاي. انت كده طلعت صدقة وخدت جزاء افطار صائم وجبرت خاطر الناس اللي ماشية وأدخلت عليهم السرور. الفكرة العشرة، ابتسم. ايوه زي ما سمعت، ابتسم. ابتدي الابتسامة بلاش 111 اللي انت على طول حاططهم دول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني انت لو مش معاك كل الحاجات دي ومش قادر تعمل كل ده، كفاية انت بس لما تشوف حد ماشي في الشارع او تشوف جارك او تشوف اي حد او حتى تدخل بيتك على اهل بيتك بابتسامة وتاخدها بنية الصدقة وجبر الخاطر وإدخال السرور.